E Marrocos meio com nada a perder, assim, a molecada do sub-20. O Brasil vai ter um jogo, aquela coisa toda. Marrocos. Passado recente aí de, né? O Marrocos talvez seja o melhor time desse grupo. Você falou. Já foi. E do Marrocos, que pegou em 4º lugar na Copa passada? E outra Essa coisa, geração ainda é forte? Melhor ainda, porque foi campeão mundial sub-20 agora. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم جولة. الصحافة العالمية وعلى رأسها الإعلام الرياضي البرازيلي والسكوتلندي متخوف جدا من الإحراج أمام المغرب، الخصم الذي وصفه بالقوي والواعد، والمنتخب الذي يسعى لتحقيق الأفضل في مونديال 2026. وكما ترون المجموعة الثالثة جروب سي تضم البرازيل، المغرب، هايتي ثم اسكتلندا. فإذا ضرب المغرب البرازيل، وهذا ليس ببعيد، فستكون الضربة القاضية ويتغلب على اسكتلندا وفريق هايتي في الجيب، وبذلك يحتل المركز الأول. ستكون مفاجأة للجميع. هذه فقط توقعات، ولكن تبقى هذه كرة قدم فيها الرابح والخاسر. وفي هذا الشأن، وخصوصا مؤخرا، القنوات الرياضية والصحف الدولية تخرج بمقالات وإحصائيات وتتساءل عن هوية المنتخبات التي سوف تحقق الصدارة وتمشي بعيدا في هذا المونديال 2026. فالمنتخب المغربي تصنفه الصحافة الرياضية وخبراء كرة القدم من أقوى الفرق في العالم، والتي عودتنا على المفاجأة. النتائج والإحصائيات الأخيرة هي التي تفرض نفسها على أرض الواقع. فكما لا يخفاكم إنجاز 2022 لما أطاح المنتخب المغربي بكل من بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، والآن يمتلك لاعبين من العيار الثقيل أغلبهم ينشطون في أكبر الأندية العالمية، ما يجعله مؤهلا من أجل المنافسة على لقب كأس العالم 2026. فحظا سعيدا لأسود الأطلس. كانت هذه جولتنا، وإذا كنت مهتما فلا تنسى دعمنا بلايك واشترك في القناة، والسلام عليكم.